الذكرى ديال عيد المسيرة في هذا الشهر. ما الذكرى مازالت دونها نهارين، نضع تدشينات كثيرة. اليوم كان دشنا هنا برئاسة السيد الوالي ديال الجهة والشخصيات المرافقة له، اللي يعني البلدية هو الفريان والمنطقة الخضراء ديال العيون والبيبينير ديال البلدية والملاعب ديال القرب، وكاينين المدارس هما اللي دشنوا مصالح التعليم اللي دشن السيد الوالي وحنا كنا معاه. وطبعا هذا كان مناسبة عيد المسيرة، نضع انه عيد فضيل وعيد اعطانا القوة اكثر. نضع انه خرج قرار مجلس من 27/97 اللي ايد مغربية الصحراء واللي ايد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. لهذا فرح لنا ويبقى مستمر الى نهاية لا نهاية. تخليدا للذكرى ال50 للمسيرة الخضراء المضفرة، نظمت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة العيون الساقية الحمراء معرضا جهويا للمنتجات المجالية التي تزخر بها على مستوى البلاد مختلف التعاونيات، حيث عدد المشاركين يتجاوز 50 تعاونية اللي كتمثل جميع جهات المملكة، وكذلك جميع سلاسل الإنتاج ديال المنتوجات المجالية. عندنا على مستوى المعرض كنوفروا منصة لعرض الكسكس الخماسي الثلاثي وكذلك العادي، منتوجات لحوم الإبل، منتوجات الطبية والعطرية والزيوت النباتية، زيت أرغان، العسل، التمور، بالإضافة إلى الزعفران ومنتوجات أخرى اللي كتسخر بها بلادنا. هذا المعرض هذا كيمكن التعاونية أولا من الترويج لهذه المنتجات اللي كتسخر بها بلادنا، بالإضافة إلى تقوية القدرات وتبادل الخبرات، وكذلك بطبيعة الحال تسويق المنتوج المحلي اللي اليوم الحمد لله كيتسوق على المستوى الجهوي الوطني وكذلك الدولي. المعرض تمت الانطلاقه ديالو يوم 4 نوفمبر واللي غيستمر حتى 9 نوفمبر على مستوى معهد تكوين التقنيين المتخصصين للفلاحه بالعوده. احتفالا بذكرى المسيره الخضراء قمنا بتقديم مجموعه من الشروحات للسيد الوالي والوفد المرافق له لمشروع بناء المقر الجهوي للحسابات بجهه العيون الساقيه الحمراء. المشروع يمتد على مساحه 1115 متر كاري و il est desservi par 4 voies. L'entrée principale se fera au niveau du boulevard Hassan II. Il est desservi aussi du boulevard Mohamed V, la rue Anoual, une voie existante. المدخل الرئيسي للمقر غيدار ترافير البولفار حسن 2، والعماره تتكون من 3 طوابق بالاضافه الى طابق تحت ارض. الطابق تحت الارضي فيه لي باركينغ بالاضافه للارشيف مجموعه من لي سباس اوكسيليير. الطابق الاول فيه لو هول داكوي اللي غيتفتح من جهه شارع الحسن الثاني، بالاضافه لمجموعه من المكاتب اضافه الى لا سال دو جوجمون و غروند سال بوليفالون. الطابق الاول فيه مجموعه من المكاتب، الطابق الثاني فيه مكتب السيد وكيل الملك بالاضافه لمكتب القضاة ولي بيرو ديال لي فيريفيكاتور بالاضافه لي ديفيزيون، والطابق الاخير فيه مجموعه من المكاتب ديال القضاة ومكاتب ديال لي فيريفيكاتور. بالنسبه للمبدا الهندسي اللي اشتغلنا به المشروع il se base sur le principe de la symétrie afin d'offrir une sensation de monumentalité, de respectabilité et aussi d'autorité du bâtiment. وكذلك المبدا ديال التماثل غيعطينا فضاءات فونكسيونيل متماثله وكيرمز اوسي الهبه ديال المؤسسه. بالنسبه للواجهات اشتغلنا على واحد لا دواليتي بين لا تراديسيون لا مودرنيتي. لو ريد شوسي فيه دي زاركاد et ça fait aussi référence à l'architecture traditionnelle marocaine, et le développement فيه هندسه حديثه كونتمبورين. بالنسبه للتكلفه الاجماليه للمشروع هي 34 مليون درهم.